بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو من الجميع الانتباه. قائد عمليات حشد الأنبار اللي هو المرحوم الشهيد سعد دواي البعيجي ورفاقه، هذا الرجل شيوخ عشائر الأنبار يحبوه ويحترموه. استشهد، خل يسمع العراقيين سنة وشيعة أرادوا يسوون له مجلس عزاء، اتفقوا وراحوا إلى قائد شرطة الأنبار وقيادة العمليات أن يجيبون موافقة في إقامة مجلس العزاء، وبالفعل نطوهم الموافقات الأمنية. وين المكان؟ في جامع الحق في الأنبار. جو يرتبون هذا الكلام الصبح، على الظهر اجوا يرتبون المسجد الجامع ويشوفون بينقص أو لا، لقوا الجامع مسدود وملحوم لحيم. انتبهوا، سنة وشيعة. يا بليش وشنو اللي صار ومنو اللي لاحم الباب؟ فأحدهم قال لهم عمي اجى أمر من الوقف السني، والظاهر الوقف السني هم لا حول ولا قوة إلا بالله، بس الأمر اجى من أعلى من الوقف السني. منين؟ قالوا من شخص يخاف على الأنبار ألا تتشيع وتصير شيعة. يابا منو هذا؟ خاف الوقف السني. قالوا لا، الظاهر أبو ريكان محمد الحلبوسي ضغط على الوقف السني في أن يغلق الباب بوجه شيوخ العشائر والجماعة اللي مسوين العزاء. جابوا أدواتهم وكسروا الباب. اليوم يلا انفتح الجامع. الرسالة اللي أريد أوصلها لبريكان لمحمد الحلبوسي، أنت تتصور إذا سويت هذه الفعالية راح تكبر في عين مكونك في عين السنة؟ لا أبدا. السنة يعرفوك وحافظيك على قلبهم، وخاف كم واحد يطبل لك يا محمد الحلبوسي. على السنة جميعا ما تنبر عليهم، لأن هم يعرفوك ويعرفون أدواتك اللي تعزف عليها. يوم اللي ينزل سوقك تروح تسوي فعالية للسنة، ويوم اللي يصعد سوقك تروح تتنطط بالسفارات من سفارة إلى سفارة. فالسنة حافظيك. بعد رسالة الثانية لبريكان، اطمئن، الأنبار ما تتشيع ولا الشيعة دازين عليك أن تكون شيعي، ظل سني بس حافظ على أهل السنة. لا أن تضحك على جراحهم، لا أن تلعب على جراحهم، لا أن تأججهم للطائفية، لا أن تزرع بيهم روح الحقد. اقعد واسكت. هذا رسالتي، وأتمنى أن تصل. دمتم سالمين وحياكم الله.